علاقتك بالممثلات من بنات جيلك كيفاش هي سايرة الآن؟ مثلا تعطيني بعض الأسماء مثل نوميديا من جيلك أنت. ممثلات كاين بزاف الله يبارك. لا كاين بزاف طبعا، يعني سواء من جيلي ولا نعم. من الجيل اللي قبلي. يعني كيفاش علاقتكم بنتي؟ ولا غير علاقه جد طيبه. طيبة الحمد لله الحمد لله. مع تتكلموا الجميع مع بعضكم تتلاقاو؟ ماشي دايما. لا ماشي دايما نتلاقاو يعني بالك في الاعمال في المناسبات. علاقه زماله فقط. زماله، لكن صداقه زعما هكا علاقه مقربه في نعم. في الوسط الفني لا انا ما عنديش. انا شخصيا ما عنديش ولا اؤمن بها. صحيح؟ لا اؤمن بها. خبريني. صداقه يعني صداقه حميمية. حميميه لا. حتى مع البنات؟ صح، عرفنا ولا كيف طاطا فرح ياسمين هي صديقتك المقربة. فرح لأنه كانت زميلتي في الدراسة وكانت صديقتي قبل الشهرة، قبل شهرتي وقبل شهرتها. فلكن الناس اللي ممكن تعرفت عليهم في العمل الفني ولا في الشهرة، نعم. أنا ما عنديش الفكرة أنه ممكن يكون كاين صداقات بيني وبين فنانات من جيلي مثلا. ممكن عندي صداقات من فنانات مش من جيلي، ممكن أكبر مني. نعم. كما الفنانة خديجة مزيني أنا جد قريبة منها. نعم. لكن اللي من جيلي ما عنديش الفكرة، ما على باليش علاه. أختك الكبيرة خديجة. أختك يعني من الله. صح. وإنسانة طيبة جدا. ممثلة ممتازة هايلة. إن شاء الله يا ربي تصيب الإنسان يفجر فيها هذيك الطاقة. لا عندها دور معنا في المسلسل هذا، دور جد ما شاء الله مهم، وراح يفجر لها الأشياء اللي ممكن ما خرجتهاش قبل. الحمد لله. الحمد لله. فقلت لك لي من جيلي ما نأمنش جدا بالصداقة هذه صراحة مني. يعني أنا مش من النوع اللي تقول لك لا كاين صداقات، اللي في الواقع ما كاش، كاين زمالة، لكن دائما يبقى هذاك العنصر تاع المنافسة. دائما يشوفوك كمنافس ليهم، ما يشوفوكش، ما يقدروش ينحيوا الجانب العمل على الشهرة على الجانب الإنساني. نعم. ولا ممكن يكون كاين في المستقبل، ما نقدروش نعرفوا. أنا من كثر ما مكتب العمر مازالك صغيرة يا حسرة. يعني أنا من الشيء اللي شفته شوية في حياتي تعلمت أني عمري ما نقول على حاجة مستحيل. لا أنا مستحيل ندير هذيك الحاجة، لا. لأنه كاين بزاف حوايج اللي قلت نقول عليهم قبل مستحيل أنا ندير هذه ودرتها، ما وليتش نقول مستحيل. فممكن علاش لا في المستقبل يكون عندي صداقة حميمية مع وحدة من جيلي ومن الوسط الفني، علاش لا ما نقدرش نعرفه. إن شاء الله. إن شاء الله. نعرف أنه